السلام عليكم. نمشيو مباشرة للوصفة. اذا غادي نحتاجو جوج برتقالات كي كتشوفوا هما حجم صغير. الا عندكم برتقال كبير فكتحطيروا غير وحده. اذا غادي نغسلوهم مزيان مزيان مزيان، وغادي نحاول نقطعوهم وغادي نحطوهم في الخلاط ديال العصير. غادي نضيفوا لهم 3 ديال البيضات بحجم متوسط وبدرجه حراره المطبخ، وغادي نضيفوا ثلث كوب ديال زيت زيتون اللي ممكن تعوضوه بزيت جوز الهند او لا زبده مذابه اللي هي 80 ملي، ملعقه كبيره ديال بديل السكر ستيفيا اللي ممكن تعوضوه بالعسل بالسكر التمر او دبس التمر بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مرضى السكري. رشه ديال الملح، وغادي نضيف واحد نصف كوب ديال الزبادي او لا يوغورت، زبادي طبيعي او لا يوناني. هنايا كي كتشوفوا ما عنديش زبادي يوناني فخديت الزبادي العادي وصفيته من الماء كيولي زبادي يوناني. اذا 125 غرام. ممكن تعوضوه بالحليب بالماء بكريمه، وغادي نضيفوا فانيلا، وغادي نخلطوا كل المكونات في خلاط ديال العصير او لا الهاند بلندر او البغا ميكسور، كل واحد اش من خلاط باش كيستعمل. اذا غادي نخويو الخليط في اناء باش نضيفوا ليه المواد الجافه او النواشف. اذا اول مكون عندي الشعير او دقيق الشعير. غادي عندي كوب ديال دقيق الشعير وبطبيعه الحال غادي نغربلو. اذا واحد 120 غرام. ومن بعد غادي نضيف واحد ربع كوب، لان ديك انا كنت وزنته. الا بغيتو توزنوا من بعد ما تغربلو عاد توزنوا 120 غرام. الا درتو بحالي فغادي تزيدوا من بعد واحد ربع كوب وتعاودوا تغربلوه. اذا 120 غرام ديال دقيق الشعير. ممكن تعوضوه بدقيق الشوفان، باللوز، بجوز الهند، بدقيق الذره. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مرضى السكري ممكن يديروا دقيق الارز دقيق الذره. اذا هنا عندي نصف كوب ديال دقيق اللوز او بودره اللوز اللي هي واحد 50 غرام. ممكن تعوضوه بالسمسم الزنجلان او المهم اللي بغى يتبع الطريقه كيف ما هي راه يتبعها. كاين بدائل بزاف، فممكن انكم تبتكروا وديروا البدائل اللي عجبكم. اذا هنا من بعد ما حركت بان لي بان القوام كما قلت لكم باقي شويه خاصو الدقيق، فضفت له دقيق الشعير اللي هي ربع كوب او واحد جوج معالق كبار. بطبيعه الحال كنغرب له. اذا هذا الكيك مناسب لمرضى السكري، مناسب الناس اللي كيتبعوا اي حميه او الناس اللي كيبغيو ياكلوا الاكل الصحي. بطبيعه الحال كيف ديما لا للحرمان لكن باعتدال. غادي نضيف جوج معالق صغار ديال البيكنج باودر او خميره الحلويات اللي هي تقريبا واحد 7 حتى 8 غرام، وملعقه صغيره ديال خل التفاح او خل ابيض. بالنسبه لخميره الحلويات ممكن انكم تعوضوها بالبيكربونات الصوديوم. غتضيفوا واحد ملعقه صغيره، ما تكثروش منها بزاف لان كتكون هي مجهده وكتعطي واحد الطعم غير محبب الا كثرتوها. اذا هنا كاضافه كنعرفوا البرتقال والشوكولا كيتواتاو كيجي رائع جدا، فضفت واحد حبيبات ديال الشوكولا او لي بيبات دو شوكولا. هذه غير اختياريه، ممكن تضيفوها ممكن ما تضيفوها. لكن الا كنا كنديروا الكيك بالنسبه للوليدات او للاطفال فكيعجبوهم اي حاجه فيها الشوكولا، وصدقوني الطعم ديال الشوكولا والبرتقال كيجي رائع. هنايا اختاريت هذا المول هذا، قلت علاش لا ما نبدلو شويه من المول. هو المول كبير شويه وما غاديش الكيكه ما غاديش ترتفع، فانا هذا اللي باغيه باش الا قلبتها يكون عندي داك الشكل ديال الكيك كما شفتوه. اذا هذا هو القوام ديال الكيك كي كتشوفوا، يعني بدقيق الشعير والبرتقال. كما قلت لكم الشعير ممكن تعوضوه بالشوفان اللي ما بغاش الجلوتين، ممكن تعوضوه بالدقيق اللوز او الجوز الهند تا هو كيجي رائع. اذا غادي ندخلوا انا الفران فران بارد، يعني انا ما كنشعلش الفران ما كنسخنوش. كيبقى واحد المده ديال 45 حتى 50 دقيقه على درجه الحراره 160 حتى 170 درجه. وبطبيعه الحال كنطيبوه من التحت ومن بعد كنحمروه من الفوق. اذا كل وحده الفران ديالها كاين اللي كيطيب من الفوق والتحت في نفس الوقت. اذا هنا من بعد ما طاب بطبيعه الحال كنتاكدوا من بالعود خشبي بانه طايب،
وانا كدائما فانا دائما كنحاول انني نقلب الكيكه على شبك باش يبرد ليا وما يعرقش ليا. اذا كي كتشوفوا كيجي فعلا رائع، كيجي رطب مفشفش، واهم حاجه الطعم ديالو، واكيد اكيد صحي، ودائما بدون حرمان وباعتدال. اذا هنا كتزين كان عندي واحد شوكولاته ذوبتها. هذه الشوكولاته اللي كنت درت معكم بدون سكر، يعني شوكولاته بيتيه. اذا ذوبت واحد الكميه اللي هي قليله كانت عندي في ديك لابواط، قلت علاش لا ما نستعملهاش، وضفت واحد الكميه ديال الجوز اولا الكركاع مهرمش كما كتشوفوا. اذا مقطع قطع صغيره، اذا الكركاع اولا الجوز اولا اللوز اولا جوز الهند اولا اي حاجه بغيتو تزينوا بها اولا تخليوها هكا من غير تزيين. واللي بغى يزينها بالشوكولا كلها راه ممكن انه يدير واحد اون غاناش ويزوق الكيكه كلها بالشوكولا. اذا هذا كيك يومي تقريبا، فما بغيتش نكثر فيها تاني الشوكولا. اذا كي كتشوفوا كيكه رائعه جدا، سريعه التحضير، بالبرتقال. اللي ما بغاش يدير بديل السكر ممكن انه ما يديروش ستيفيا، داك اللي ما كيبغيش، اللي متعود على الاكل ديال الكيك بدون السكر، فاحنا لسه مازال ما تعودناش على داك الطعم ديال شي حاجه اللي بلا السكر صعيب علينا. اذا هذا قطعت معكم بطبيعه الحال، ضروري نقطعوا واحد قطعه باش تشوفوا من الداخل كيفاش كيجي رائع. بطبيعه الحال اللون ديالو غادي يكون شويه غامق، شي شويه ما غيكونش فاتح، لان درنا البرتقاله كلها بالبشر ديالها، ويعني مهم يامي كيجي رائع، ومع حبيبات الشوكولا عطاه واحد الذوق رائع جدا جدا. كنتمنى انكم تجربوها وبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي مرضى السكري او الناس اللي كيتبعوا نظام صحي، الناس اللي كيبغيو ياكلوا اكل صحي. اذا القوام ديالها كيجي فعلا رائع لذيذ، اهم حاجه صحي. اذا ديما كنقولوها وكنعاودها وكنكررها باعتدال. اذا لا للحرمان لكن باعتدال، ما نكثروش عاوتاني من هذه الحلويات وكنقولوا لا راه السكر ما غاديش يطلع. اذا كنعرفوا البرتقال حتى هو راه فيه واحد النسبه ديال السكريات، فنعتدلوا في الاكل ديالنا، ما نحرموش راسنا لكن نعتدلوا. اذا وصلنا الى نهايه الفيديو. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنسوناش بواحد اللايك، واللي ما مشترك يشترك معنا، وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، الناس خصوصا الناس اللي عندهم اطفال سكريين. ونقول لكم في امان الله، مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.